انا عندي الفصل الرابع بقى الاسئله بتاعته هي ايه؟ ان الضريبه التعد الضريبه على الايرادات بتاعه العقارات المبنيه هي اقدم انواع الضرائب، صح؟ طيب عندي اساس حساب عبء الضريبه على الايرادات بتاعه العقارات برضو يختلف من اختلاف الغرض منها من استخدامها، فبرضو تبقى صح. سعر الضريبه تمام 10% من القيمة اللي هي الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 32% من هذه القيمة. تمام. وبالنسبة للسكن المستعمل في أراضي السكن 30% هنعكس. تمام. طيب عندي ماشي نعدي ده كله، نشوف بقى ايه العمل. قال لي انا عندي القيمة السوقية لمسألة، بيقول لي ايه؟ يمتلك احد الممولين عقارا مكونا من وحدتين سكنيين، الاولى القيمة السوقية بتاعتها 600,000 والتانية 100,000، احسب كذا. طيب انا هاخد الوحدتين دول واعمل كل وحدة لوحدها. قال لي ان الاولى القيمة السوقية بتاعتي كام؟ 600,000. تمام. فانا اول حاجة عندي ايه؟ انا عندي القيمة الرأسمالية، انا عندي هنا القيمة الرأسمالية، القيمة بتاعتها بتبقى بتساوي القيمة السوقية في 60%. فهنقول 60% في القيمة السوقية بتاعت الوحدة الأولى اللي هي كام؟ 600,000، هيساوي كام؟ 360,000. حلو. طيب بعد كده هجيب ايه؟ أنا عندي القيمة بتاعت الإيجار السنوي. طيب دي بتتجاب ازاي؟ دي 3% في 360. تمام. بتساوي كام؟ 10,800. حلو. طيب بعد كده هجيب صافي القيمة. طب هجيب الصافي القيمة دي ازاي؟ صافي القيمة الإيجارية بتاعت العقار هعملها ازاي؟ هجيب 10,800 10,800 وهضربها في 30%، هيديني كام؟ 3,240. 3,240. كده جبنا ايه؟ كده جبنا اللي هو صفر القيمة الإيجارية. لأ، بعد ما هنجيب دول هنطرحها من الإيجار. بمعنى ايه؟ أنا لما باجي أجيب الصافي القيمة الإيجارية بتاعتي بستبعد منها نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية. يعني بجيب القيمة الإيجارية السنوية أضربها في 30% وأجيب الناتج، وبعد كده بعد ما أجيب الناتج أطرحه من اللهم صل على سيدنا محمد، أطرحه من 30%، وبعد كده هيديني صافي القيمة الإيجارية بعد استبعاد 30%، زي ما هو مديني كده في المسألة اهو. تمام. اهو ضرب 10,800 ضربهم في 30%، وبعد كده استبعدهم منها عشان يجيب صافي القيمة الإيجارية بتاعت استبعاد. نفس النظام هعملها في الايه اللي هي 110، سوري، مليون و100. اهو 1,100,000، وبعد كده بجيب الرأس المالية واضربها في 60%، والإيجارية بضربها في 3%، وبتاعت قيمة الإيجار اللي هو صافي الإيجار بعد الاستبعاد بجيب 30%، وبجيب صافي القيمة الإيجارية بتاعت السنوية هي. وبقول ان انا صافي القيمة الإيجارية بتاعت السنوية دي لو هي اكبر من سنة 6,000 هطرح منها 6,000 جنيه. يبقى انا لو عندي صافي القيمة الإيجارية السنوية اكبر من 6,000 هطرح منها 6,000 عشان اجيب الوعاء الضريبي. وده برضو نفس اللي عملته فوق اهو. لقيت اني تغضى بعد اعفاء 6,000 جنيه، لاني طلعت ان دي اكبر، فبالتالي بطرحها منها 6,000 جنيه. تمام. وبتساوي 1,560، واجيب الضريبة السنوية المستحقة 10% في المبلغ بتاع الوعاء الضريبي. تمام كده. كده اكون خلصت الفصل الرابع العملي بتاعه. الفصل الخامس بقى قال لي ايه؟ يمتلك احد الافراد عقارا مكونا من 12 شقه متساويه في القيمه الايجاريه، تبلغ ضريبه المبنى المربوطه 720 جنيه سنويا بسعر 10%. يوجد 10 شقق بايجار شهري 1,500 جنيه للشقه شهريا وفقا لاحكام القانون المدني. المطلوب تحديد ايرادات الثروه العقاريه. طيب انا عندي المثال عايز ايه؟ الايراد الخاضع للضريبه هنجيبه ازاي؟ قال لي انا عندي في المثال انا عندي 12 شقه. تمام. قال لي 10 منهم، تمام، قال لي ان انا عندي 12 شقه منهم 2 اللي الممول هو اللي بياخدهم و10 بيبقوا ايجار. فيبقى لما هاجي اجيب الايراد الخاضع للضريبه هجيب ال10 شقق دول واضربهم في الايجار الشهري بتاعهم بالايجار الشهري بتاعهم. تمام. واضربهم في المده بتاعتي. قال لي انا عندي مده هنا كام؟ قال لي انا عندي المده بتاعتي 12 شهر، واضربهم في 50% هيديني الايراد الخاضع. طيب الشقتين دول مش هيخضعوا للضريبه لان هم الممول بيعيش فيهم، فبالتالي ما بيخرجش منهم ايراد عشان احسب ايه عليه ضريبه.
سؤال تاني اهو، قال لي قام احد الافراد بتأجير شقة مفروشة بإيجار شهري 2500 لمدة 10 شهور خلال العام، فإذا علمت أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة 140 جنيه. طيب أنا عندي الإيراد الخاضع كام؟ أنا عندي كام شقة؟ هو شقة واحدة بس، هضربها في الإيجار بتاعها 2500 لمدة 10 شهور، الكل في 50% هيديني 12500. ده كده الإيراد إيه الخاضع. قال لي ممول عقار مكون ليه عنده 5 طوابق. حلو. لمدينة القاهرة، هو بيتقن يعني بيبقى بيقنط في طابق من الطوابق، بقى كده 4. فقال لي 2 منهم إيجارهم 800 للطابق الواحد، و2 منهم إيجارهم 3000. تمام. احسب إجمالي إيرادات الثروة الخاضعة خلال العام بلغت 680 بسعر 10%. هو جاب لي ال10% دول عشان يلخبط، لكن أنا مش ليه علاقة. قال لي اهو أنا ماليش علاقة بأي اسعار مربوطه عندي بالمباني. فانا قال لي ايه ايراد، هنقسم 2. قال لي ايراد الثروه العقاريه، ايراد التاجير. اول واحد قال لي انا عندي كام طابق؟ 2، يبقى انا هضرب 2 في الايجار بتاعها كام؟ 800. في كام شهر؟ قال لي في السنه، يبقى 12 شهر في 50%. ده كده ايراد الثروه اللي هو الثروه العقاريه اللي هو ايراد التاجير. طيب ايراد التاجير بس المفروش، قال لي انا عندي 2 هضربهم في 3000 في 12 في 12 شهر في 50% هيديني كام؟ 36,000. طيب يبقى اجمالي الايرادات بتاعه التأجير العادي والتأجير المفروش هيبقى 9600 زائد 36,000 بيساوي كام؟ 45,100. بس كده نكون خلصنا الفصل الخامس، العمل الفصل الخامس والفصل السادس. اي حد عنده سؤال يبعت على الكومنتات.